السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة والكورة للجماهير. بداية أنا طبعا طالع النهاردة علشان عايز أتكلم على مباراة الأهلي وإنتر ميامي اللي سهرتنا لغاية الساعة تقريبا 6 الصبح يعني. وفي شوية كلام كتير قوي بعد المباراة حاصل، طبعا كلام من اهلاويه وكلام من زملكاويه، يعني في شويه حكايات كده حاصله. نتكلم بس الاول بشكل عام وبعدين نتكلم، لان احنا عارفين كل حاجه في الدنيا ليها ايجابيات وليها سلبيات. قبل ما نتكلم في الايجابيات والسلبيات نتكلم بشكل عام على المباراه. المباراه احنا نقدر نتكلم في ان هي كانت 50-50، على الرغم من ان الاهلي كان احسن الشوط الاول وكان هو صاحب اليد العليا يعني في المباراه. المباراة كانت ممتازة جدا، الأهلي بدأ بداية أكتر من رائعة. آه ومش بس بداية، هو شوط كامل، شوط أول كامل كان الأهلي هو الأحق بالفوز. هنتكلم في الشوط الأولاني، يعني كان الأحق بالفوز في الشوط الأولاني، لأن الدنيا شويتين اتغيرت في الشوط الثاني. فنتكلم على الشوط الأولاني طبعا من إهدار فرص، إن كان إمام عاشور، إن كان تريزيجيه، إن كان وسام أبو علي، إن كان طبعا ضربة الجزاء اللي ضاعت لتريزيجيه. تقريبا كل الفرقه ضيعت كوره، بس الاهلي كان حلو قوي وما كنتش تحس انه لا هايب ولا خايف من انتر ميامي، بل بالعكس انتر ميامي تقريبا ما كانش موجود قدام الاهلي يعني. لكن للاسف طبعا خلص الشوط الاول، رجعنا على الشوط الثاني. اختلاف كبير جدا، وده كان وضع طبيعي جدا على فكره، وانا شايفه كان جزء من خطه المدرب. وبرضه عايز اتكلم هنا لان في ناس، شايف بوستات كتير قوي الناس بتتكلم في انه ده تشكيل عماد النحاس. ايا كان تشكيل عماد النحاس، تشكيل ريبيرو، انا مش شايف فيه مشكله خالص، لان في الاول وفي الاخر احنا مجموعه عمل وبنقعد على ترابيزه واحده بنتفق على التشكيل، ايا كان بقى مين اللي اقترح. فمفيش مشكله خالص من ان الراجل يسمع كلام عماد النحاس ويبقى التشكيل تشكيل عماد النحاس، مفيش ادنى مشكله خالص ولا شيء يعيبه خالص. في الاول وفي الاخر هي اوضه اتقفلت علينا، قعدنا على ترابيزه حطينا التشكيل، فده تشكيل النادي الاهلي، لا هو تشكيل عماد النحاس ولا هو تشكيل ريبيرو. بصرف النظر عن النقطه دي، عشان بصراحه شايفها نقطه تافهه ان احنا نتكلم عنها يعني. لان في ناس كده اللي هو زي على طريقه المثل بتاعي يعني، ملقوش في الورد عيب فقالوا احمر الخدين، يعني حاجه كده، لان ما فيش مشكله في حاجه زي كده. طيب لكن هنتكلم بقى في الشوط الثاني. اولا كنت بقول بقى انا شايف ان دي كان جزء من الخطه ليه، لان الاهلي لو كان نجح في تنفيذ الخطه اللي حصلت في الشوط الاول، وكانت فعلا كل الفرص اللي اهدرت ديت كانت احرزت اهداف، كان الاهلي طلع من الشوط الاول على الاقل خالص، على الاقل خالص 3-0. 3-0 ترجعك الشوط الثاني خلاص، حتى لو المجهود البدني مش هيجيبك، فالاهلي ما بيتغلبش، يعني مش هيدخل فيه 3 اجوان في شوط، كلنا عارفين كده كويس. طبعا لكن للاسف انت ما عرفتش تنجح خطتك في الشوط الاول، ودي مشكله لعيبه طبعا، ما كانتش مشكله مدرب. المدرب حط الخطه اللي توصلك للجول، مش هينزل يجيبه، يعني مش هينزل يجيب الجول، مش هينزل يجيب ضربه الجزاء. وطبعا ضربه الجزاء احنا لينا فيها كلام كتير ولسه هنتكلم عنها وعن اللي عمله تريزيجيه. ما علينا، خلص الماتش 0-0، مش شايفها النهايه يعني، بالعكس ده اول ماتش في المباراه. وعلى اللعيبه لسه الكوره في ملعبهم، اذا قادرين عايزين يكملوا، قادرين يكونوا رجاله. انا مش شايف ان الناس كتير قوي بتخوف من بالميراس وبورتو، بس انا لا شايف، انا كراجل اهلاوي اعرف فرقه الاهلي كويس واعرف روح الاهلي كويس، لا شايفهم عادي. احنا في الاخر 11 ضد 11 بصرف النظر عن الاسامي يعني. طب تعالوا بقى نتكلم على ايجابيات وسلبيات المباراه. تعالوا نتكلم على السلبيات اللي حصلت في الاول في المباراه، وانا شايف من اكبر الخسائر واكبر السلبيات اللي حصلت في المباراه هي اصابه امام عاشور. اصابه امام عاشور يا جماعه امبارح والله يعني فعلا احزن على كفايه بكاء امبارح وكفايه اللي حصل، لان اصابه بتعني
انتهاء مشواره في البطوله، بصرف النظر بقى الاهلي لعب ماتشين ورجع، الاهلي كمل في البطوله بصرف النظر، الاصابه مش قليله، واعتقد يكون عمل عمليه النهارده او ان هو هيرجع علشان خاطر يعمل عمليه، لان الموضوع محتاج تدخل جراحي سريع يعني. كسرة القاع احنا عارفين اقل حاجه امام عاشور هيغيب يمكن من شهر ونص لشهرين. اتمنى ان ده ما ياثرش عليه في رجوعه يعني. لكن بصراحه هي خساره وخساره كبيره يعني. تعالوا نتكلم في السلبيات، نكمل السلبيات ونتكلم على تريزيجيه ونتكلم على اللي حصل امبارح بصرف النظر عن مردوده اثناء المباراه، لان تريزيجيه كان من احسن الناس في الشوط الاول مع زيزو طبعا يعني بصراحه اللي نزل ودي اول مباراه رسميه ليه مع الاهلي، كان هايل، كان رائع، مالي الملعب بمعنى اصح يعني بصراحه، لا كان حلو جدا. لكن انا بتكلم في تريزيجيه على اللي حصل في ضربه الجزاء. تريزيجيه انت كابتن فرقه، ما ينفعش ابدا اللي حصل منك ده، ما ينفعش ابدا انك تفضل نفسك ومصلحتك الشخصيه عن النادي الاهلي. لا، انت لعيب محترف ولاعيب ليك تقلك، لكن قدام النادي الاهلي انت ولا حاجه. قدام النادي الاهلي انت ولا حاجه. قدام سيستم ونظام النادي الاهلي انت ولا حاجه. والمعلومات اللي عرفتها يعني ان هيحصل عقوبه على تريزيجيه، لان النادي الاهلي ما عندوش حد فوق الاهلي، الاهلي فوق الجميع. فتريزيجيه هيطبق عليه عقوبه، ايا كانت اداريه او ماليه يعني. لكن بصراحه غلطه كبيره، وهو غلطه كبيره هو نفسه لازم يحسها بصرف النظر عن العقوبه اللي هتطبق عليه. هو نفسه لازم يقدر انه غلط غلطه كبيره ما يغلطهاش في الاهلي. طيب تعالوا نتكلم على ثالث حاجه، حسين الشحات. وحسين الشحات خد في السوشيال ميديا يعني ما يكفيه وزياده، يعني ممكن ما يكفيه للماتشات اللي جايه. بس حسين الشحات يا جماعه انا عايز اقول على حاجه، لان انا اتفرجت له على اللقاء اللي كان على اون تايم سبورت في البطوله دي. انا مش متذكر اللقاء كان مع مين، كان مع ابراهيم عبد الجواد ولا كان مع كابتن سيف زاهر، انا مش متذكر. بس انا متذكر جمله قالها حسين الشحات، جمله مهمه جدا، وكان لازم اداره الاهلي تفطن لهذه الجمله ولازم تستوعبها كويس قوي، لاني انا شفتها بالطريقه اللي هشرحها. حسين الشحات قال باللفظ كده، قال ان هو كان بيفكر انه يطلع من الاهلي، يمشي من الاهلي، يطلع اعاره في اي حته او يباع في اي حته، لانه خلاص ما بقاش مستحمل الضغط، عايز يريح دماغه. فاذا ده معناه اللي انا فهمته ان حسين الشحات ما بقاش قادر على ضغط الاهلي، ولا قادر على ضغط جماهير الاهلي، ولا بقاش قادر على انه يكمل مشواره في الاهلي، يستحسن بمنتهى الشياكه ان حسين الشحات يطلع. حسين الشحات ما عملش قليل مع الاهلي، وكتر الف خيره ومشكور جدا على اللي عملته مع الاهلي، لكن الافضل انك تروح مكان تاني فعلا تقدر تريح فيه دماغك. واللي مش مصدقني يقدر يرجع للقاء ويسمع الجمله دي كويس، وهيفهمها زي ما انا فهمتها، لان هو كان مفهومها من طريقه القائها يعني. طيب احنا اتكلمنا عن النقط السلبيه زي ما قلت لكم، اصابه امام عاشور، تريزيجيه واللي حصل في ضربه الجزاء، وحسين الشحات واللي عمله خاصه في اخر كوره في المباراه اللي كانت قادر تكون قضيه جديده. لكن في مكاسب كتير قوي بقى، في ايجابيات كتير جدا في المباراه دي، الا وهي اللعب الجماعي لفريق النادي الاهلي. كمان علشان خاطر بقى نقطة إيجابية مهمة جدا جدا جدا، لأني أنا النهاردة صحيت على ناس طبعا زملكاوية كتير قوي بيتريقوا على الأهلي، يقول لك فريق المليارات اتعادل وبتاع، واللي كانوا متخيلين إنه هيكسب. يا حبيبي أنا تعادلت مباراة كسبت فيها $1,000,000. أنا تعادلت مباراة خدت فيها نقطة، النقطة دي واقفة عليا، أنا كسبت فيها $1,000,000. يعني انا لو لعبت 3 ماتشات بتوع المجموعات، اتعادلت ال3 ماتشات ورجعت مصر، هرجع $3,000,000، يعني 150 مليون جنيه فوق فلوس البطولة والاشتراك.
فما تجيش انت اصلا وانت يا دوب يعني بتسال الله في حق النشوء تيجي تتريق عليا انا. يا حبيبي انت فين؟ انا مش شايفك. فما يصحش يعني انت خليك في كاس مصر، احتفل بكاس مصر بتاعك لغايه النهارده، انت بتحتفل بيه وتبسط بيه كويس قوي، واقعد عيد مباراه كاس مصر بتاعت بيراميدز وافرح انك كسبتها بضربات الجزاء وبتاع، اتبسط. لكن ما تجيش عندي انا كاهلي، علشان انت مش هتقدر عليا انا كاهلي. ده شايفها المكسب العام في المباراة أو النقطة الإيجابية العامة في المباراة. لكن تعالوا بقى نتكلم في أشخاص جوه المباراة أنا شايفهم بصراحة كانت إيجابيات هايلة جدا. تعالوا نتكلم على واحد زي مروان عطية. واحد زي مروان عطية امبارح، أو أنا هتكلم على مروان عطية ومحمد علي بن رمضان، لأن هما الاتنين بصراحة يعني عملوا من ميسي الولا حاجة. يعني هم امبارح وقفوا تاريخ ميسي كامل، لان هم كانوا الاثنين يعني زي ما بنقول كده كانوا بي 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 بيسلموا ميسي لبعض. يعني لو مش محمد علي بن رمضان ماسك ميسي لما بينزل، طبعا احنا عارفين ان ميسي بينزل كستة يستلم الكوره علشان يوزع ويلاعب فرقته، وفي الشوط الثاني كان اكتر كثمانية وكعشرة لان هو اللي كان بيلعب الفرقه كلها. بس يا جماعه مروان عطيه فعلا امبارح عمل مباراه اكثر من رائعه. مروان عطيه امبارح كان من اكبر مكاسب النادي الاهلي. مروان عطيه لعيب كويس جدا واحنا عارفينه ومستواه مستقر، لكن هو ومحمد علي بن رمضان امبارح كانوا بصراحه عاملين تناوب رائع على ميسي، وفعلا عملوا مباراه، الاثنين عملوا مباراه اكثر من رائعه. محمد علي بن رمضان كان زايد عليه كمان النقطه الهجوميه شويه، يعني كان بيزيد كثمانيه، وكان بيلاعب زمايله كلهم وبيلاعب الفرقه كلها وشفنا امبارح. تعالوا بقى نتكلم على رجل المباراه من وجهه نظري، محمد الشناوي. يعني طبعا هو رجل المباراه فعليا اللي اخذها حارس مرمى انتر ميامي، لكن انا بصراحه شايفها تروح لمحمد الشناوي. كان هيبقى عدل اكتر، لان لو اتكلمنا على الحارس بتاعهم تعالوا نتفرج على كل الكور اللي تصدى ليها حتى ضربه الجزاء، هي كور كلها متشاطه في اقرب نقطه ليه صدها او في مكانه وهو واقف. حتى الكره الرأسيه بتاعت اشرف داري كانت في ايده. لكن محمد الشناوي امبارح لا، بصراحه محمد الشناوي امبارح عمل مباراه تاريخيه فعلا. محمد الشناوي المونديالي، محمد الشناوي العالمي. فكان بصراحه محمد الشناوي اكبر مكاسب النادي الاهلي في الشوط الثاني، ولولا وجود محمد الشناوي وثباته ورجوعه لمستواه لا الاهلي كان هيزعل الشوط الثاني، لان الشوط الثاني فعلا ما كانش بتاعنا. فده اللي كنت حابب اقوله في المباراه كله، بايجابياتها بسلبياتها على المباراه بشكل عام. واحنا منتظرين مباراه النهارده. طبعا بالميراس وبورتو هيلعبوا النهارده مع بعض، هنشوف نتيجه المباراه، وهنشوف بقى مباراه الاهلي ان شاء الله يوم الخميس مع بالميراس. واتمنى ان شاء الله فريق الاهلي ولاعيبه الاهلي ورجاله الاهلي وكتيبه محمد الشناوي انهم يكونوا على قد المستوى. احنا في الاخر 11 لعيب بنلاعب 11 لعيب، وان شاء الله اللي لينا فيه خير هنشوفه. هو ده كل اللي كنت حابب اقوله، واتمنى ما ننساش اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم على خير.